برج القوس. الو. القراءة دي هنعمل فوكس على الشخص اللي بتفكروا فيه. شوف هو احساسه ناحيتكوا ايه وشايفكوا ازاي، ايه نواياه الفترة اللي جاية بخصوص الموقف اللي بينكوا. دي هتكون قراءة عامة، مش شرط انها تنطبق على الناس كلها. اذا حابين قراءة خاصة الايميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. Please tell me what's coming forward towards Sagittarius regarding the situation with the person on their minds. Tell me about this person's thoughts and feelings and actions towards Sagittarius regarding the situation between them. Last shuffle. برج القوس، انا شايف ان الشخص ده منتظركوا انتوا. انا شايف ان هو منتظركوا تعرضوا عليه صلح، تعرضوا عليه بالانس، تحاولوا تصلحوا الموقف، تعزموهم، تقدموا لهم دعوة عشان عشان هو يقدر يعني يتفاعل معاكم. بس الخطوة دي هو مش هياخدها، يعني هو مستني ان انتوا تقدموا عليهم، انتوا اللي تاخدوا خطوة كده ناحيتهم. اوكي، مستني ان انتوا تعرضوا عليهم، مثلا تخرجوا معاهم، تعزموهم. ايا كان طبيعة الخلاف اللي بينكم، يعني هو منتظر الخطوة منكم عشان هو يبتدي يحط طاقة من ناحيته. اوكي، انما انا شايف من وجهة نظري ان هو آم، ان هو عنده استعداد. اوكي. Why the three of wands upright? انا شايف ان هو من وجهة نظري هو عنده استعداد، بس هو منتظر ان الخلافات اللي بينكوا دي تتحل من خلال تدخلكوا انتوا بشكل او باخر بطريقة دايركت اعتقد. بس خلينا نشوف، مفيش داعي برضو نسبة الاحداث، خلينا نشوف. uh, Universe, please tell me about this person's feelings in regards to the situation with Sagittarius. Why the Ace of Pentacles upright? Why the Queen of Pentacles upright? Why the Ten of Pentacles upright? And why the Seven of Wands upright? بصراحة أنا شايف إن هو الشخص ده زي ما يكون خايف إن أنتوا ترفضوهم لو هو ابتدى يقرب لكم شوية. أوكي، فده سبب من الأسباب اللي ممكن تخليه مش عايز أو مش قادر ياخد قرار إن هو يغير موقفه. يعني شايف إن هو أحسن له إن هو ما يغيرش موقفه، بس موقفه ده فيه إحساس إن هو زي ما يكون indifference كده، زي ما يكون ما فيش فيه اختلاف، اللي هو سلبي شوية في تصرفاته. أوكي، وده كان واضح من البداية في الاوفرول انرجي بتاعته، ان هو مش ممانع انه يحصل بينكو ريكاليبريشن في العلاقة، يعني اعادة توجه في العلاقة تاني. بس العرض هو مش عايز يقدمه من نفسه، هو منتظر ان التغيرات اللي تحصل ما بينكو دي تحصل نتيجة لعرض منكو انتو، مش منه هو.
ما تفهموش الايجو او الموقف بيفرض نفسه. في بعض السيناريوهات انا شايف ان في طرف تالت داخل في الموضوع ده، وجايز يكون الطرف التالت ده هو سبب الخلاف اساسا. اللي حصل ما بينكم وما بين الشخص ده. فده جايز يكون عندي احساس ان هو بيتهرب شوية من اتخاذ اي قرارات، بيتهرب شوية من اتخاذ اي مواقف من ناحيته. زي ما يكون بيتهرب. بس مش بيتهرب منكم، بيتهرب من الموقف نفسه. مش عايز يحط نفسه في موقف بعد كده يحس ان هو احرج نفسه، او موقف يحس فيه ان هو كبرياءه اصبح يعرض فيه كبرياءه يعني للإهانة وكده من ناحيتكم لو انتوا رفضتوهم، او لو انتوا تعاملتوا معاهم بشكل آه، ممكن يكون فيه إهانة له. فأنا عندي إحساس إن هو بيحاول يتجنبكم في الوقت الحالي، أو يتجنب إن هو يقرب لكم، نتيجة لإحساسه إن انتوا ممكن تحرجوهم، ترفضوهم وتصدوهم وتحرجوهم. آم، ففي شيء من الإحساس بالذنب في إحساسه ده. أوكي. في شيء كمان من الإحساس إن هو عمل حاجة غلط، وبس ما بيعترفش بيها في نفس الوقت. لا، هو بدل ما يعترف بالخطأ اللي هو عمله ويحاول يصلح الموقف ده، هو بيقول انا والله لو جالي منهم اوفر، او لو جالي منهم عرض، او لو هم ابتدوا يقربوا لي، انا هتعامل معاهم عادي، بس انا مش هحط نفسي في موقف ان انا احاول اتكلم معاهم واقرب لهم واحل الخلاف ده، وبعدين في الاخر هم يحرجوني. فاهمين قصدي؟ أم... خليني طيب اشوف هو شايفكوا انتوا ازاي. Universe, please tell me how's this person viewing Sagittarius regarding the situation between them. هو شايف ان انتوا مشاعركم ناحيتهم قوية جدا. معرفش هو شايف ده ازاي، بس اكيد هو حاسس بيكوا، او جايز يكون من خلال الطريقة اللي انتوا اتعاملتوا مع الشخص ده قبل كده هو عارف انتوا قد ايه عندكم مشاعر قوية ناحيتهم. بس حاليا هو شايف ان الطريقة اللي انتوا بتعرضوا بيها المشاعر دي اقل بكتير من اللي انتوا حاسينه فعليا. والطريقة اللي انتوا بتعرضوا بيها المشاعر فيها احساس ان انتوا لسه زعلانين ومش عايزين تتصالحوا معاهم، رافضين ان انتوا تتصالحوا معاهم. مش بتقولوها فيربالي، بس هو ممكن يكون بيحسها من خلال طريقتكم نفسها. بيحس ان انتوا لسه مش قادرين تنسوا الخلاف اللي حصل ما بينكم من خلال طريقة تعبيركم عن المشاعر. انما انتوا مشاعركم الاساسية كينج اوف كابس. اوكي، كينج. فهو عارف ان انتوا مشاعركم قوية جدا ناحيته، بس طريقة تعبيركم عن المشاعر دي بيج حاجة بسيطة جدا. يعني مثلا لو هو متعود منكم في الأول لما تتكلموا معاهم ايه الأخبار، فينك، مش عارف ايه، ما تيجي ننزل شوية، لا دلوقتي مفيش الكلام ده. دلوقتي لو بتتكلموا معاهم ف اللي هو هاي ايه الاخبار. فاهمين قصدي؟ حاسين بالفرق؟ مفيش الكونسنتريشن او التركيز اللي كان عندكم في الاول على المشاعر ناحية الشخص ده. هو شايف ان هو ما بقاش موجود. هو شايف ان هو اللي بقى بيظهر منكم دلوقتي حاجات بسيطة قوي من مشاعركم اللي هو متأكد ان هي لسه موجودة، بس انتوا ما بتبينوهاش لان انتوا لسه زعلانين ومش قادرين تتغلبوا على الخلاف اللي حصل بينكم وبينهم. فالشخص ده بيجيله الامبريشن ان انتوا مش عايزين تتصالحوا معاهم، او مش قادرين حاليا في الوقت الحالي ان انتوا تنسوا اللي حاصل ده. فمش عايز يحط نفسه في موقف ان هو يترفض، او ان هو يبتدي يتعامل معاكم بشكل طبيعي اللي هو متعود عليه، لانه عنده احساس ان هو لو اتعامل معاكم بطريقه طبيعيه واظهر اللي جواه، اظهر مثلا نيته على حل الخلاف، واظهر نيته على ان هو ممكن يكون عايز فرصة تانية في العلاقة دي معاكو، وان هو مستنيكو، لو هو اظهر الكلام ده عنده احساس ان انتوا ممكن تسكوا عليهم. فهو خايف يبين ده. فعشان كده هو ما بيحاولش ان هو يعبر عن الاحساس اللي عنده ده، او عن رغباته الفعلية في ان هو يتصالح معاكوا تاني.
فعشان كده انا عندي احساس ان الشخص ده عنده احساس قوي بالندم، عنده احساس ان هو ارتكب حاجة غلط، هو عمل حاجة غلط. آم، وجايز يكون منتظر منكم ان انتوا تفتحوه في الموضوع او تتكلموا معاهم في الموضوع، بس في احساس ان انتوا عاملين كنترول على مشاعركم. وانا مقدر موقفكم ده قوي. انا شايف ان انتوا بتستعملوا صح. يعني انا شايف ان هو المفروض يكشف نفسه اكتر من كده شويه، لان انا عندي احساس ان بدايه الخلاف كانت من ناحيته، مش من ناحيتكم انتوا. بس اللي انا اقصده ان انتوا حاولوا تكونوا ثابتين على موقفكم شويه يا برج القوس. يعني انا رايي، انتوا شايفين ان الخلاف كان من ناحيه الشخص ده، انتوا مش راضيين عنه. اوكي. مفيش داعي ان انتوا تحاولوا تتعاملوا مع الموقف بطريقه اقل من مشاعركم الاساسيه. لا، اللي هو انتوا مش عايزين تتصالحوا معاهم دلوقتي، خلاص you don't have to. بس انت مش محتاج ان، او انتوا مش محتاجين ان انتوا تبينوا لهم ان انتوا لسه متعلقين بيهم، بس بدرجة قليلة جدا لا تقارن باللي انتوا حاسينه فعليا، لان ده مش بيدي الامبريشن المظبوط او الحقيقي عن مشاعركم. بحس ان هو فيك، يعني مفيش داعي ان انتوا تزيفوا مشاعركم. عادي ممكن تقولوا انا كان عندي مشاعر قوية ناحيتك، بس بعد اللي حصل ده انا بصراحة مش قادر استرجع المشاعر ده تاني او المشاعر دي تاني. انا واخده موقف، انا واخد موقف من اللي انت عملته ده، انا احترم ده. اوكي. انما لو هتتعاملوا بالطريقه اللي هو ولا انتوا زعلانين ولا انتوا مبسوطين ولا انتوا قافلين ولا انتوا فاتحين، ده بيبقى فيه احساس كده اللي هو بالميوعة شويه، ومش بيدي الامبريشن القوي عن شخصيتكم او عن حقيقه شعوركم. لانه ممكن يتفهم على اساس ان انتوا خلاص نسيتوا الموضوع بس مش عايزينهم، او ممكن يتفهم على اساس ان انتوا لسه مش قادرين تخرجوا من الاسى والحزن والالم اللي مريتوا بيه. فاهمين قصدي؟ ف I don't know، انا احب اكتر ان انتوا لو زعلانين تقولوا احنا زعلانين، خليكوا دايركت المشاعر، ما تحاولوش تمسكوا العصاية من النص في موقف زي ده. آم، ما مش عارف، ده رأيي يعني. عموما anyway، خليني اشوف طيب هو الاكشنز اللي هياخدها ناحيتكم ايه الفترة اللي جاية. Universe, please tell me what's the most expected action this person will take towards Sagittarius regarding the situation between them in the near future. انا شايف ان هو خايف، بيتعامل بخوف الفترة اللي جاية دي وبحذر، وعنده احساس ان هو مش قادر يفتح، مش قادر يتكلم ويطلع اللي جواه قوي، لانه عنده احساس ان في نهايه حاصله، بس في نفس الوقت هو مش متاكد اذا كانت النهايه دي حصلت ولا لا. عشان كده انا بقول لكم انتوا اصل انتوا بتلخبطوه شويه الشخص ده. هو عارفين اللي هو اسمع كلامك اصدقك بس شوف امورك استعجب، عارفين المثل ده؟ انتوا بتتعاملوا معاه بالمفهوم ده، هو او هو شايف كده، هو شايف الشخص ده عارف من جواه ان انتوا بتحبوه قوي، بس في الوقت الحالي نتيجة للخلاف اللي حصل بينكم ونتيجة لموقفه السلبي اللي هو اخده، انا مش على فكرة انا مش بغلطكم، لا انا بالعكس، انا بحاول ان انا يعني اشوف فين الديفكتس او فين نقط الضعف في الطريقة اللي انتوا بتتعاملوا بيها مع الشخص ده. نقطة الضعف ان انتوا بتقللوا من مشاعركم. مفيش authenticity، يعني مفيش آم يعني مش بتبينوا مشاعركم الحقيقية. اوكي. اللي بتبينوها مشاعر ممكن تكون مشاعر مزيفة، بس عشان يبان ان انتوا عادي وان انتوا مش متأثرين، بس الشخص ده عارف ان انتوا متأثرين وعارف ان انتوا رافضين كمان اللي هو عمله ده. اوكي. بس انتوا مش بتبينوا ده عشان كبريائكم، دي حاجة مفهومة، دي حاجة انا شايفها. بس اللي انا اقصده ان انتوا عادي ممكن يكون عندكم نفس رد الفعل وتكونوا رافضين الموقف وعلى خلاف مع الشخص ده ومتمسكين بوجهة نظركم،
بس تكونوا اوثنتك، يعني تبينوا مشاعركم الحقيقيه، ما تخبوهاش، ما تزيفوهاش. ما تقولوش لا 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 انا مش في دماغي وانتوا في دماغكم. ما تتعاملوش على اساس انها حاجه مش مؤثره عليكم وهي فعليا مؤثره علينا، لا، قولوا انها مؤثره عليكم. ما تتكسفوش، مش عيب، اصل يعني احنا بني ادمين في الاخر. فعادي ان يحصل موقف يأثر على مشاعرنا، وعادي ان احنا نخرج وبعد كده من الموقف ده، احنا مش تماثيل. ما تتعاملوش بمشاعركم على اساس ان انتوا عندكم جمود عاطفي، في حين ان انتوا اصلا عندكم مشاعر قوية جدا. ويمكن هو ده اللي انتوا بتفتقدوه شوية في التعامل مع الموقف ده، ان انتوا تتعاملوا بمشاعركم الحقيقيه، يكون في authenticity. انا زعلانه من الموقف اللي انت عملته ده، وانا واخده موقف وما عنديش استعداد ان انا جايز اكون حبيتك في وقت من الاوقات وكان عندي مشاعر قويه ناحيتك، بس في الوقت الحالي انا شايفه ان اللي انت عملته ده كلام فارغ مثلا، على سبيل المثال. خليكوا دايركت، خليكوا واضحين في مشاعركم. ما تتعاملوش على اساس ان مفيش حاجه حصلت وانه اللي كان ما كانش وان انتوا مش متاثرين، لا، ما تعملوش كده. تعملوش كده، لان ده بيلخبطكوا وبيخليكوا لسبب واحد، ان ده بيخليكوا عايشين في نفس الانرجي فترة اطول كمان، لان انتوا قدام نفسكوا بتكونوا عارفين ان انتوا متأثرين قوي، بس في نفس الوقت اللي بتعكسوه للعالم الخارجي ان انتوا مش متأثرين، فبتحسوا ان انتوا عايشين بشخصيتين، واحدة فيهم بتتحط اون هولد والتانية بتظهر في اوقات معينة، والعكس صحيح، واحدة تانية بتتحط اون هولد وبعدين لما ترجعوا البيت وانتوا لوحدكم تظهر المشاعر الحقيقية تاني. فبتبتدوا في الدلايلاما دي او في العكوسات دي، بتأثر عليك وعلى المستوى النفسي كمان، بتقعد فترة أطول من اللي هي المفروض تاخدها. يعني لو انتوا المفروض تتخلصوا من الآلام النفسية للموقف ده في خلال مثلا أسبوعين أو 3 أو شهر، لو ما بتتعاملوا بالطريقة دي، اللي هي طريقة اللي فيها شيء من التزييف شوية لمشاعركم، الموضوع بيطول أكتر، مش بيتنسى بسرعه. لان انتوا قدام نفسكم انتوا عارفين ان انتوا مش بتقولوا الحقيقه اللي انتوا محتاجين ان انتوا تقولوها للشخص ده، لا، انتوا مخبيينها. جايز تكونوا مخبيينها عشان صورتكم، جايز تكونوا مخبيينها عشان كبريائكم، بس تعمية الحقائق دي قدام نفسكم قبل ما تكون قدام اي حد تاني ممكن تخلي الموقف بيطول اكتر. فالشخص ده اللي انا عايز اقوله، ان الشخص ده شايف الاكشنز دي، هو عارفكم كويس وعارف مشاعركم كويس، وشايف ان اللي بيظهر منها في الوقت الحالي هو ولا حاجه. اوكي، فده بيديله فكره ان انتوا لسه رافضينهم ولسه مش عايزين تتصالحوا معاهم، ولسه الخلاف ده مأثر عليكم بس انتوا مش مبينين. فبالتالي هو كمان بيضطر ان هو يخبي مشاعره، وبيضطر ان هو يتعامل بحذر، وبيضطر ان هو يحس ان هو مفيش حاجه في ايديه ممكن يعملها، وشكل كده الموضوع ابتدى ينتهي. بس هل هو انتهى ولا لا؟ هو لسه مش متأكد، هو لسه مش عارف، هو لسه في مرحلة فيها شيء من التردد شوية. هل اتعامل معاهم على اساس ان الموضوع انتهى ولا لا؟ on one hand انا حاسس من جوايا ان هم ساعات بيدوني الاحساس ان الموضوع انتهى، بس actually اللي انا شايفه من جواهم بيقول ان الموضوع لسه ما انتهاش، اللي هما مش بيقولوه، بيقول ان الموضوع لسه ما انتهاش. فالشخص ده كمان تصرفاته بتخليه عايش في شيء من التردد شويه. عشان كده انا بقول انه الصراحه في المواقف اللي زي دي ممكن تخلي الامور اسلس بكتير للطرفين، ليكوا قبل ما يكون ليهم كمان. فعموما رابينج سريع كده للقراءة، لان انا اتكلمت كتير زيادة عن اللزوم. انا شايف ان الشخص ده جايز يكون حصل بينكم خلاف بسبب طرف ثالث. هو شايف ان الاكشنز او تغيير الموقف المفروض ان هو يحصل من ناحيتكم، ده لان هو عنده احساس ان انتوا في الوقت الحالي رافضينهم، حتى لو انتوا مش بتقولوا الكلام ده، حتى لو بتتعاملوا بصيغة مختلفة منمقة مزيفة عشان حفظ ماء الوجه او whatever. بس الشخص ده عارف من جواه ان انتوا عايزينهم، بس بالرغم من كده لسه بترفضوهم. فهو مازال في مرحلة التردد شوية. طب هل انا دلوقتي انا مفيش حاجة في ايدي ممكن اعملها، لان هما مدياني الامبريشن ان كل حاجة عادية بس انا حاسس بالرفض. فانا دلوقتي باوز، مش عارف اتصرف ولا عارف اتصالح معاهم ولا عارف ابعد عنهم. فعندي احساس ان الشخص ده الى حد ما لسه عنده مشاعر ناحيتكم، وعنده احساس بالذنب من الموقف اللي حصل ده، بس طريقة تعبيركم للشخص ده عن الموقف بتخليه هو كمان عاجز عن التعبير عن اللي جواه ليكوا، لان هو بيضطر يتعامل معاكم من خلال نفس الشباك اللي انتوا فاتحينه. لو انتوا فاتحين ويندو قد كده صغيرة كده هيتعامل معاكم منها، بس لو كبرتوا الويندو دي شوية وطلعتوا اللي جواكوا وقلتوه فرانك، حتى لو ده هيستدعي ان انتوا تنهوا العلاقة دي،
هو كمان هيطلع اللي جواه وهيتعامل معاكوا فرانك. فهمتوني؟ anyway، بعيدا عن هذا الموضوع خليني اشوف الرسائل المهمة اللي هتجيلكم من الابراج اللي حواليكم. Universe, please tell me, amongst the 12 houses of the zodiac signs, from Aries to Pisces, what are the most important messages coming forward towards Sagittarius during this period of time and onward in regards to love and relationships? الرسائل دي ممكن تكون من حد عنده مشاعر ناحيتكم انتوا مش حاسين، حد قريب منكم عايز يتعرف عليكم وعايز يقرب اكتر وانتوا مش واخدين بالكم. ممكن تكون من حد قديم، علاقة قديمة او علاقة جديدة، زميل عنده مشاعره اتغيرت فجأة، حد عايز يتقدم لكم etc etc يعني. من خلال الابراج اللي انا هقولها تقدروا تعرفوا الشخص ده مين في حياتكم. في نهاية حصلت بينكم وبين الشخص ده، بس انا عندي احساس ان هو منتظر انه يحصل تغيير في الموقف ده. جايز يكون حاسس ان هو مفيش حاجة في ايديه ممكن يعملها غير الانتظار. ده بينطبق قوي على القراءة اللي احنا قلناها. انا عندي احساس ان الشخص ده في القراءة الاساسية برضو منتظر ان يحصل تغيير من ناحيتكم. اوكي، الشخص ده ممكن يكون برج الحمل، ممكن يكون برج العقرب او برج الثور. اذا كانت دي علاقة جديدة فممكن يكون في حد في حياتكم يعني اللي هو مستني بس ان انتوا تبصوا له. اوكي، عنده احساس ان في بعد بينكم، ان هو مش قادر يتعامل مع البعد اللي موجود في الوقت الحالي ده، مش عارف ازاي يقرب لكم، مفيش ويندوز او نوافذ او سكة عشان يدخل لكم منها، فجايز يكون منتظر الوقت المناسب. برضو نفس الابراج، ثور، عقرب او حمل. الشخص ده ممكن يكون لعوب شوية، فليرتي شوية. اوكي، حاسس ب ان هو آه حاسس بان هو بيقدر يأثر عليكم. اوكي، وعجبه الاحساس بالقوة ده وبيتلاعب بيه، واحتمال كبير يكون ده بيسبب لكم ألم، واحتمال كبير يكون الشخص ده في طرف ثالث في حياته وهو حاسس ان ده بيسبب لكم ألم. بس في نفس الوقت انا عندي احساس ان الشخص ده عجباه اللعبة، لان هو حاسس ان انتوا بتتأثروا. فشخصية غريبة، نرجسية، شخصية ممكن تكون متعبة شوية في التعامل معاها، كتير متعبة كتير، خاصة إذا كنتوا انتوا مش شايفين اللي هو بيعمله ده. بس إذا كنتوا شايفين اللي هو بيعمله ده فانتوا لازم تحطوا حد للموضوع ده. الشخص ده ممكن يكون برج الجدي أو برج الميزان أو برج الأسد. الشخص ده حاسس ان النهاية اللي حصلت بينكم دي كانت نهاية منطقية ومتوقعة واكسبتد ومقبولة من ناحيتكم انتوا الاتنين. وزي ما يكون يعني اللي هو آه جايز يكون مش قادر يقول الكلام ده يعني، بس هو شايف النهاية وشايف ان النهاية دي كانت متوقعة واكسبتد، خلاص بيتعامل معاها لانها هو ده الصح اللي كان لازم يحصل. كانت لازم الامور تنتهي بشكل او باخر، وهو ما بيعبرش عن مشاعره، هو شايف ان موقفه legitimate، يعني موقفه صح. اذا كانت العلاقة دي كان فيها ارتباط رسمي او زواج او حاجة زي كده، فممكن تلاقوا ان الشخص ده بيلجأ يعني ممكن يكون داخل فيها بقى حاجات قانونية وكده بعد النهاية اللي حصلت بينكم دي، وهو مش بيبين مشاعره خالص، يعني ممكن يكون عامل فروزن كده for his feelings. برج الميزان، برج الحوت او برج العقرب. الشخص ده لما بيفكر في العلاقة ما بينكم وما بينه بيفكر بشيء من الترفع شوية، بس ده لان هو بيفكر في العلاقة ما بينكم
as a long term، كعلاقة طويلة الأجل، وممكن تكونوا تعرفوا الشخص ده أساسا من زمان والموضوع بينكم متوقف بقاله فترة طويلة جدا نتيجة للترفع اللي هو بيتعامل بيه. هو مش بيتعامل في العلاقة بينكم على أساس إنها حاجة لحظية، لا، هو بيتعامل في العلاقة بينكم على أساس إنها حاجة كانت موجودة وما زالت هتكون موجودة، فعشان يتعامل معاها لازم يتعامل معاها بشيء من الذكاء شوية. فأنا عندي إحساس إن هو بيتعامل بشيء من الذكاء. بس التريكس اللي هو بيتعامل بيها او الحيلة اللي هو بيستخدمها ان هو نفسه طويل قوي، صبور جدا، يعني اللي هو بقاله فترة طويلة جدا ما بيحاولش ان هو يغير الموقف. بس بالرغم من كده هو مازال موجود في حياتكم حتى ولو من بعيد، وانتم مش حاسين ان هو ممكن يكون لسه مستنيكوا. بس اكشلي هو مازال منتظر، ومازال منتظر، وفي نفس الوقت ما بيحاولش ان هو يغير اللي كان. اذا كان حصل بينكم خلاف فهو ما مش بيدفع ان هو يحل الخلاف ده، لا، هو منتظر كده من بعيد، بيتعامل بترفع. انا لسه موجود بس انا مش هغير حاجه، لو عايزين تغيروها انتوا غيروها من ناحيتكم، الموقف في ايديكم، زي ما يكون بيرميلكوا الكوره في ملعبكم. انا لسه موجود بس انا مش هحاول اغير حاجه. لو انتوا عايزين تحدثوا تغيير، التغيير لازم يكون جاي من ناحيتكم انتوا كبرج القوس يعني. لان انا شايف الانرجي بتاعتكم موجوده هنا، برج القوس، برج الميزان او الثور، او برج العقرب. برج العقرب طلع كتير. يمكن الشخص ده مش لاقي فرصة في الوقت الحالي ان هو يحاول يصلح الخلاف اللي بينكم وما بينه. اوكي، هو مش عارف يتصرف ازاي، زي ما يكون عمال يلفلف حوالين نفسه كده. برج السرطان، برج الجوزاء، او برج الحمل. احتمال يكون سبب الخلاف اللي بينكم كان بسبب وجود طرف ثالث، سواء من ناحيتكم او من ناحيته. ده ممكن يكون معمق جذور الخلاف اكتر شوية. ويمكن عشان كده هو مش عارف يتصرف او يتعامل مع الموقف، حاسس انه الفرص اللي بينكم ضاعت، ووجود الطرف الثالث بيزود الطين بلة او بيزود المشاكل اكتر يعني. بس في احساس ان هو مازال عايز يرجع لكم. خليني اشوف الحظ الفترة دي هيجيلكم من انهي ساين. Universe, please tell me, amongst the 12 houses of the zodiac sign, which is the luckiest house for Sagittarius during this period of time and onward? بيت الرابع. الفترة دي بالنسبة لكم ممكن تكون فترة بيات شتوي شوية، هتلاقوا نفسكم بتقضوا وقت في البيت يمكن أكتر من أي وقت تاني. ممكن تكونوا محتاجين راحة، ممكن تكونوا محتاجين تناموا أكتر. المهم هيكون في فترة كده بيات شتوي بالنسبة لكم إلى حد ما، وهتستمتعوا بيها لأن عندكم الحظ في البيت الرابع، فده هيخليكم، هيجيب لكم فرص دي ممكن تكون جاية من أفراد العيلة، ممكن تكون جاية من الناس المقربين حواليكوا. هيكون عندكم وقت تشوفوهم ويشوفوكوا، تتكلموا مع بعض ويحصل بينكم كوميونيكيشن كده من نوع ما. كمان ده ممكن يكون في بعض التعاملات المالية ما بينكم وما بين بعض أفراد العيلة في الوقت الحالي، فيما يتعلق بشغلكم بحياتكم اليومية. ممكن مجموعة منكم ممكن تكونوا بتشتغلوا من خلال البيت كمان في خلال الفترة دي وتحققوا أرباح. إذا كنتوا بتشتغلوا في الريل ستيت أو في التسويق العقاري، عندكم فرصة كويسة أوي إن انتوا تعملوا أرباح كويسة في خلال الوقت ده، وهتيجي فجأة. اوكي. ممكن كمان من خلال حد من الناس اللي تعرفوهم المقربين من افراد العيلة يجيب لكم شغل جديد في مكان تاني، وبرضه هيجي فجأة لان في الانرجي بتاعت يورينس داخلة في الموضوع من البيت السادس للبيت التاني. والبيت التاني اوريدي عامل حاجة اسمها سكستايل مع البيت الرابع اللي هو نيبتون حاليا في البيت الرابع، ففي كونكشن ما بين البيت الرابع والبيت التاني والبيت السادس، هيبقى لها تأثير عليكم الفترة اللي جاية دي. دي كمان فرصة كويسة. مجموعة منكم ممكن تكون الفترة دي بتفكر في الجواز وبتجهز للبيت أو يعني لو عندكم مكان تاني، شقة تانية اللي هي شقة الجواز، بتبتدوا تجهزوها، تفرشوها، تعملوا فيها رينوفيشنز. ده برضو جائز قائم في الوقت ده. او ممكن تكونوا بتنقلوا من بيت تروحوا لبيت تاني، وده برضو قائم. اي حاجة ليها علاقة بالهاوسing او بالهاوس اند فاميلي في الفترة دي آه، هيكون عندكم فيها حظوظ كتير، وهتلاقوا الامور ماشية بسلاسة بدون اي تعقيد. لو بتشتروا شقة جديدة، لو بتبيعوا شقة عشان تنقلوا في مكان تاني او العكس، حاجة زي كده، كل ده is possible يعني.
بتمنى لكم التوفيق، بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات اللي بتكتبوها في الكومنت سيكشن. إذا حابين قراءة خاصة الإيميل بتاعي في الديسكريبشن بوكس. إذا أول مرة تشوف القراءة لو عجبتك بليز لايك شير اند سبسكرايب عشان نوصل الشانل لأكبر عدد ممكن من الناس. في لينك في الديسكريبشن بوكس توصلكم للبلاي ليست بتاعت الشانل. إذا حابين في أكتر من 1500 فيديو you're more than welcome تتفرجوا عليهم. It's all free. خدوا فكرة عن الناس اللي بتحبوهم، الانرجي بتاعتهم عاملة ازاي عشان تعرفوا تتعاملوا معاهم في المستقبل. مرة تانية بشكركم على المشاهدة والمتابعة والتعليقات. أتمنى لكم سنة سعيدة. أنا زاي من تارك شانل. I love you all and I'll see you when I see you. Ciao.